السلام عليكم، عاملين ايه؟ طبعا النهارده من اهم الفيديوهات اللي على اليوتيوب، وهو تبع حاجه متعلقه، الناس كلها مهتمه بيها. كل السيلرز، كل الناس اللي في الاي كوميرس، كل الناس اللي بتبيع اونلاين، كل الناس اللي كانت نفسها ان هي تستورد من الصين او تقوم بعمليه استيراديه من الصين لمنتجات. خلينا بس نرجع نتكلم على قبل ما نخش ونشرح لكم ازاي انتوا بتستوردوا وازاي بنقارن ما بين المنتجات وازاي نختار المنتجات وايه الخدمه اللي احنا بنقدمها وهكذا. خلينا نرجع باك ستيج ورا كده، نعرف بداية الموضوع والأصل وهكذا. طبعا انتوا عارفين ان انا منزل كورس عن امازون واكاديمي عن امازون والاي كوميرس عامة. فالفترة اللي فاتت كان بشكل كبير قوي ناس بتشتكي من قلة المنتجات اللي موجودة في السوق المحلي. الناس اللي بتنزل تقعد تلف في العتبة وفي النزهة الجديدة وفي النمرس على منتجات عشان يبيعوها او يبدأوا البيزنس او التجارة الإلكترونية بتاعتهم. كان اكتر سؤال دايما بيتسأل لي وهو: يا معاذ، احنا مش لاقيين منتجات نكسب فيها او نكسب، يبقى طلع لنا منها مكسب كويس او مكسب حلو يعني. وغير كده كمان ان هم لما بينزلوا المستورد في المناطق دي، لما بيجوا يتكلموا ويقول لهم انا عايزين، يعني هم الشباب دي عايزه منه كميه مثلا 100 200 حته، يقول لهم لا والله مش متبقي غير 50 حته 60 حته. فانت طبعا في حد في الاي كوميرس انت بتصرف اعلانات وبتعمل ليستنجز وهكذا، فانت عايز مورد او مستورد يغطيك لان انت بتصرف. فانت بتصرف في البدايه عشان بتزق المنتج بتاعك ان هو يتباع، فلما يتعرف يبدا يجي لك اورجانيك سيلز وهكذا. فسبحان الله بقى، انت لما بتاخد من مورد او من مستورد منتج ويعدي 20 30 يوم رايح تعمل ريستوك تاني، تلاقي المنتجات خلصت بح او ما عندوش كميه تانية، فتبدا تستنى وتدور على غيره، ما عندكش مورد ثابت. فدي مشكله كبيره جدا. تاني مشكله ان كان في ناس وهي يعني كان في ناس وهي نازله بتسورس او بتدور على مورد تشتري منه، هم واقفين عند المورد بيلاقوا فيه تاجر جنبهم، يعني هم اتنين تجار رايحين يشتروا من عند مستورد او من عند مورد، يلاقوهم هما الاتنين بيشتروا نفس المنتج ومن عند نفس المستورد، والاتنين بيبيعوا مع بعض في نفس السيلز تشانل. تلاقي اتنين تجار بيجيبوا من نفس المستورد وبيبيعوا الاتنين على امازون وبيضربوا في بعض في السعر. ده ليه؟ المحدوديه بتاعه المنتجات في مصر قليله جدا. احنا ما عندناش فرايتي او عندنا تنوع في المنتجات في مصر. لو فتحت اي ماركت بليس بره مصر، سواء امازون بره في يو كي مثلا او في يو اس اي، بص هتلاقي فرايتي كبيره جدا من المنتجات واشكال والوان وحاجات ابديتد وترندات وهكذا. وتلاقي مصر مثلا المنتج اللي بيظهر ترند بره من 4 5 سنين بيبقى لسه هينزل لها بعد 3 سنين لما بينزل بره مثلا او بينزل في الصين. ف... فدايما بيبقى في ناس محصوره في النطاق بتاع هامش الربح القليل، المنافسه العاليه، مخنوقه، مش عارفين يكسبوا، مش عارفين يبداوا التجاره الالكترونيه بتاعتهم. وطبعا انا ما كانش عندي حل، فما عنديش حل. الناس اللي بيبقى عندها صعوبه في استيراد يعني في ان هم يوردوا منتجات لنفسهم، بتبقى هحلها لهم ازاي؟ فانا كل اللي انا اقدر اقول له: انزل لف ودور، افتح الجروبات بتاعه التليجرام ويقعد يلف بقى ويشوف بقى مين عنده كميه ايه. لا ده الالوان مشكله، ده انا عايز لون واحد. فانت طبعا انت عارف ان انت لو عندك ليستنج مثلا على امازون فانت حاطط صوره معينه، فانت ملزم ان انت تبيع الصوره دي، عشان لو بعت نفس المنتج بس بلون تاني بيبقى فيه غرامات وفيه كانسليشن وبتاثر على الهيلث بتاع الاكونت، حاجات شبه كده. الناس برضو اللي بيلعبوا هيت اند ران، بيبقى في منتجات نازله ترند بره مصر، مثلا بتنزل في الامارات مثلا في الاول، بتنزل في الصين، وقبل بقى ما بتوصلك احنا قلنا 4 5 سنين. ففكره ان انت مثلا تكون اول واحد تلحق الترند وتقوم مستورد المنتجات دي من بره وتجيبها وتعمل عليها ستور مثلا على شوبيفاي وتعمل لها كرييتيفز واعلانات تبدا تبوش، تبقى انت الوحيد اللي بتلعب في الماركت. فتلاقي بص هامش الربح بتاعك بيبقى كويس جدا جدا جدا، وبتطلع كميات، وبتبقى انت ايرلي ادابتر او يعني ايرلي اكسس على المنتجات دي. فبتلاقي نفس الدنيا ربحانه معاك ومرزوقه يعني. ففي كل حته في الاي كوميرس في جاب، وهو السبلاي تشين او سلاسل الامداد او التوريد بتاع المنتجات دي. مثلا تعالى نشوف للناس اللي بتشتغل افيليت او تسويق بالعموله. في طبعا منصات كتيره في مصر، او منصه يعني في منصه انتم مشهوره قوي في مصر بتاعت الافيليت، مش عايز اقول اسمها يعني، بس دي بتوفر للافيليترز او الناس المسوقين منتجات باسعار غاليه. فالسلع الافليتر او الماركتير بياخد المنتجات دي ياخدها بالسعر اللي المنصه قايله له عليها، ويروح يعرضها ويعمل لها لاندنج بيج او يعمل لها ستور، ويبدا يماركت ليها من خلال كرييتيفز واعلانات على ميتا مثلا او هكذا.
فبنبص برضو بتلاقي ان في مثلا 5000 10000 افلييتر بيسوقوا لنفس المنتجات. فتلاقي ان الاوكشن او الاوكشن على السوشيال ميديا ده اللي هو، او الاوكشن في التايم لاين ده اللي هو بيسموه الاوكشن ده اللي هو المزاد يعني. فبتلاقي الناس بتزايد ان الاعلان بتاعها يظهر على نفس البيرسونا او نفس الشخص. فتلاقي ان 50 60 واحد بيبيعوا نفس المنتج، بيظهروا نفس العميل. فالعميل بقى طبعا بيشوف 50 60 واحد بيبيعوا، ففي الاخر بيخبط في واحد هو اللي هيشتري منه. والسلايه او البيعه دي او المبيعه دي جت لواحد من ضمن ال 50 واحد اللي بيماركتوا لنفس المنتج. امتى بقى الافلييتر او اللي بيسوق بالعموله هيطلع بره ان حد مثلا ياخد عليه الفرصه او كومباتيتور ياخد منه الفرصه؟ ان هو بدل ما يبقى بيعتمد على الموردين او من على المنصه اللي بتدي له المنتجات، يبدا يعتمد ان هو اللي يدور على الترند، ويبدا يعتمد ان هو يشوف ايه المنتجات اللي هتتشهر الفتره اللي جايه، ويطلع يسورسها من الصين ويجيبها بدري ويسوقها لنفسه بفلوسه. انت ليه مثلا تتعامل مع منصه بتقول لك والله العظيم مثلا خد القلم ده اقل سعر تبيعه هو 100 جنيه، حلو قوي. ولو بعته ب 100 جنيه هتاخد مثلا عمولة 5 جنيه او 10 جنيه. فطبعا قيمة التسويق او الشخص اللي بيسوق وهو بيسوق طبعا ال 10 جنيه دي مش ربحية، فهيضطر ان اللي بيسوق يبيعها ب 300 عشان يطلع له ربح وتغطي مصاريف التسويق بتاعته والادز بتاعته او الميديا باينج، ويبقى طالع له ربح. ففي الاخر بيبقى معاك مثلا ايه 50 60 جنيه، مع ان في ناس بتكسب من البيزنس موديل ده. بس تعالى نرجع لاصل اللعبه. انت هنا بتتاجر بمنتجات مش منتجاتك، او بتسوق لمنتجات مش منتجاتك، ما عندكش بيزنس. فانت لو عندك العقليه التسويقيه كمسوق فعلا كويسه، او حد بيعرف ينقي منتجات هيطلع بيها ويبيعها بشكل كويس، فانت حاول تستثمر جزء من فلوسك ان انت تبدا تشتري منتجات بنفسك، ليك انت منتجات متميزه، تعمل لها كرييتيفز بنفسك وتبدا ان انت تسوقها وتعرضها. فهنيجي نبص هنلاقي ان في كل مجال في الاي كوميرس، سواء افيليت او ماركت بليس او اي حد عنده براند او ستور، او حتى الناس اللي عندهم براندات في مصر او عاملين براندنج حاجه في الفاشن، حاجه في الباجز مثلا، حاجه في الالكترونيكس، ستورز براندد يعني على شوبيفاي. دايما انت ممكن تكون محتاج مثلا ماتيريال او مواد خام. فطبعا انت عارفين ان الماتيريال والمواد الخام في مصر محدوده. فانت لو عايز خامه من حاجه معينه عشان تقوم مثلا بعمليه تصنيعيه او هكذا، فبتلاقي ان الماده الخام دي موجوده بره مصر. فدايما هتلاقي ان اي حد شغال في الاي كوميرس حته السبلاي تشين او سلاسل التوريد او الامداد بتاعته مش احسن حاجه. حلو قوي. فكان لازم نخش نعالج في القصه دي. فتعالى بقى نرجع، دي كانت المشكله الكبيره قوي اللي احنا بنتكلم فيها. تعالى نرجع نشوف بقى بالنسبه ل لو احنا هنجيب نبدا بقى ان احنا ايه نبعد بقى عن المنتجات اللي في السوق المحلي، ونبدا ان احنا نفكر ان احنا نستورد من بره. تعالى ناخد نظره من بعيد على مجال الاستيراد والتصدير في مصر بالذات، ونقارنه بالاسواق اللي موجوده بره. طبعا كل اللي بيتفرج عليا دلوقتي عارفين ان الاستيراد في مصر مش اسهل حاجه، وعندنا بقى مشاكل في الجمارك والتسعيره والشحن وعدم ثبات الريتس والفيرز وهكذا، على عكس بلاد يعني على عكس الدول بره مصر مثلا. يعني مثلا الامارات مثلا تقريبا الجمرك بتاعها 5% ثابت على كل المنتجات، فمحدش بيلعب بمزاجه، او بتبقى عارف من قبل ما تجيب المنتج هتدفع عليه كام جمرك وشحن وتخليص. لو بتبيع في امريكا او في يو اس اي، فانت عارف الحاجه دي هتوصل بكام هناك. انما مصر هي الدوله الوحيده، او في شمال افريقيا عامه، في صعوبه في الاستيراد. ليه؟ لان لازم يكون تحت فريم اللي عاملاه الاستيراديه تحت ان انت تكون تحت فريم معين من الاوراق الحكوميه، او انك مثلا لازم يكون عندك شركه، لازم يكون عندك بطاقه استيراديه، لازم يكون مثلا عندك نموذج تصنيع، نموذج 4 مثلا اللي هو بتاع او تسجيل مصانع، لازم يكون عندك براند ريجستري، او تكون معاك علامه تجاريه مسجله هنا عشان تقوم بالعمليه الاستيراديه. فدايما احنا عندنا فكر هنا في مصر، الناس دلوقتي بتخاف جدا من فكره الاستيراد او ان هم يبداوا الخطوه دي. فتبدا الناس يفضلوا محشورين في الحته بتاعه ان هم بيعتمدوا على المنتجات اللي في السوق المحلي، ومش راضيين ياخدوا خطوه في ان هم يبداوا يجيبوا منتجات من بره مصر. ف تعال نبص بقى على الشركات الاستيراد والتصدير اللي موجوده في مصر بتركز على ايه وبتعمل ايه. الشركات الاستيراد والتصدير اللي في مصر، او اللي هي التراديشنال اللي موجوده في مصر، بتركز على التجار الكبار، ما بتركزش مع الميديم سيلرز او الميديم بزنس اونرز او السمول بزنس اونرز. بيركزوا مع حد عايز كونتينر، حد عايز نص كونتينر، عايزين حاويه كامله. ليه؟ لانه مش عايز يصدع دماغه مع حد لسه بيبتدي. فتيجي دايما تلاقي ان انت لما بتتكلم شركات استيراد وتصدير،
تلاقيهم بيتكلموا معاك في ورق وبطاقه استيراديه والتيت والشريط، وانت اصلا حد لسه ما عندكش شركه. انا فرد ببيع اونلاين وبشتغل من البيت، او عندي مخزن صغير بطلع منه اوردرات. فالشركات الاستيراد والتصدير هي افضليتها ان هي تتعامل مع مستوردين كبار جاهزين، عارفين الموردين بتوعهم في الصين، عارفين مصانعهم. معاهم مثلا 100 120 الف دولار، فيقدروا يجيبوا كونتينر مره واحده واتقفل الكونتينر واتشحن واتسلم وخلصوا في يومين ثلاثه. فتلاقي ان مفيش شباب صغير جدا بتقدر تستورد. محدش بيقدم لهم خدمه لاي حد داخل التجاره الالكترونيه ان هو يبدا يوفر منتجات فيها فاليو، منتجات جديده، منتجات ترندي. محدش هيهتم، محدش مهتم، محدش من الشركات دي مهتم. لان انا لما جيت في فتره معينه كان في منتجات انا بشوفها مثلا على تيك توك او على دوين. دوين ده اللي هو تيك توك بس في الصين. يعني تيك توك ده في الشرق الاوسط وفي يوروب وفي في الامريكتين يعني. لكن في الصين تيك توك هناك اسمه دوين، ممكن تبقوا تنزلوه لو انتوا غيرتوا السيتنج بتاعت التليفون بتاعكم للكانتري يعني، او من الريجن للصين تقدروا تخشوا تحملوه على جوجل بلاي. ف فدوين ده انا بخش بشوف منتجات الصين بتنزلها كل يوم، انا هتجنن هموت وابيعها. وعايز ان انا اجيبها واستوردها عشان اعمل ستور لطيف لذيذ كده، وابدا اران ادز وترزق معانا والدنيا تبقى لطيفه يعني. فلما جيت اعمل الحوار ده، احنا لما اخترت خمس ست منتجات بدات اكلم ابروتش شركات استيراد وتصدير، اللي منهم الترانسبيرنسي مفيش شفافيه في التسعير، اللي منهم ما بيردش، اللي منهم كلامه مش واضح ودخلني في ورق وحوارات وتيت وشريط. اقل كميه ربع كونتينر، اقل كميه نص كونتينر، طب استناني، خدمه العملاء مش احسن حاجه ليه. هو مركز مع التجار بتوعه الكبار، محدش مركز معايا او في نفس الناس اللي لسه عايزه تبتدي او تفتح سوق للاستيراد في نفسها. ومن هنا ظهرت ان انا شفت جاب في الماركت بتاع الاستيراد والتصدير هنا، ان احنا لازم نخش نعالج الحتة دي، ونبدأ نمكن السيلرز او اي حد عايز يميز نفسه او عايز يفتح سوق جديد لنفسه. ازاي يجيب منتجات؟ كان هنا السؤال ازاي اي حد بأقل بادجت، مش بكونتينر ولا بنص كونتينر، يبدأ يجيب منتجات من الصين بسهولة. ومن هنا رجعت لحد صديق ليا يعني عنده شركة استيراد وتصدير من 2004. كنت بجيب معاه المنتجات، كنت يعني في الفترة الأخيرة جبت معاه كذا حاجة من الصين هنا لمصر، وعرضتها على أمازون وبدأت أبيع، ولقيت إن المكاسب أعلى بكتير جدا 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 فوق ما تخيلوا من السوق المحلي يعني. يعني مثلا كان في منتج أنا كنت بجيبه من هنا من مصر، هنا من مستورد هنا في مصر، كنت بكسب فيه تقريبا 20%. لما رحت جبته من الصين المكاسب عندي او المارجن او البروفيت مارجن رفع من 20 لحد 170% يعني. مورد مزود عليا جدا 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 جدا. فاتفقت، قعدنا نتكلم وقعدنا نقول ازاي نقلب، ازاي قعدنا نفكر ازاي نخلي الناس تقدر تستورد بسهوله. وقعدنا نقيف بزنس موديل ونتناقش ونجيبها يمين ونجيبها شمال. لقينا ان الموضوع صعب فعلا. فكره انك تخلي حد آه، فكره انك تخلي حد او سيلر متوسط او حد عنده بزنس اونر صغير، تيجي تقول له تعالى استورد. فهو مثلا امكانيات حد ان هو مثلا يحط مثلا ايه 5000 دولار، 3000 دولار، اللي هو 150,000 200,000 جنيه. ال 200,000 جنيه دمت ما بيكملوش جزء من كونتينر صغير. فكانت الصعوبة هنا، احنا فهمنا ليه الشركات اللي هي التراديشنال او اللي موجودة في مصر مش عايزة تصدع نفسها مع الناس الصغيرين. لان الصغير او المتوسطين او اللي لسه داخلين البيزنس بتاع الاي كوميرس، هو معهوش فلوس يجيب كونتينر كبير. هو انا كل اللي حيلتي او عايز انفست او اجرب العمليه الاستيراديه ب 150,000 200,000 جنيه. فهنا هنضطر ان احنا نجمع مثلا 50 60 واحد يخشوا في كونتينر واحد عشان نقدر نشحنه. انا مش هشحن الكونتينر فاضي الا لو طيران. انا بتكلم هنا على الشحن والتخليص البحري، ان احنا نشحن لكم الحاجه على طريق البحر في كونتينر. فكانت الصعوبه هنا ان احنا نعمل بيزنس موديل نخلي او بيسموه الشير ايكونوميك، ان احنا ندخل تجار كتيره جدا في كونتينر واحد، كل واحد ياخد جزء من الكونتينر ونشحن الكونتينر والمصاريف تتقسم على الكل. الموضوع صعب، الموضوع فيه هيدك، الموضوع عايز سيستم كبير جدا من عندنا، ان احنا لازم ندخل ناس كتيره قوي تستورد في وقت صغير. ما برضه ما ينفعش تقعد مستني معايا فتره طويله عقبال ما انا اجمع 50 60 واحد يخشوا في كونتينر. فلقينا حل ان احنا عرفنا نظبط بزنس موديل وبقى عندنا تيم وشركه وهكذا. بالمناسبة الشركة اللي احنا عملناها دي هي تحت الشركة بتاعة صديقي، شركة من 2004، بس هو بيخاطب الشركة بتاعته بتخاطب الناس الكبار او الناس اللي هم بيشحنوا يعني كونتينر
ونص كونتينر وهكذا. فعملنا بيزنس تحته يعني بيركز اكتر على الناس الميديوم ليفل يعني. اللي هو بقى هيجيب متر 2 متر 3 متر، هياخد حته صغيره من كونتينر وهكذا. فسمينا البيزنس ده هو قوافل ايكوم. قوافل هي جايه من قوافل العمليات التجاريه كانت بتقوم ايام العرب زمان، كانوا بيسموها قافله. فقافله جايه من اسم من التجاره القديمه اللي كانت بتقوم ايام العرب زمان يعني. وكلمه ايكوم جايه من الاي كوميرس وهي التجاره الحديثه، فدمجنا الاتنين مع بعض. البيزنس ده او الشركه اللي احنا بنقدمها دي هي مش شركه شحن، ومش شركه تخليص جمركي. لا، احنا بنقوم لك بالسورسنج او عمليه التوريد كلها، اكنك انت هناك في الصين لحد ما تستلم بضاعتك هنا في مصر. احنا مكانك هناك، فاحنا شريك ليك علشان ننططك ليفلز ونفتح عليك سيلز شانل اكتر. احنا مش هنقول احنا شركه شحن، ولا هنقول ان احنا شركه تخليص جمركي. احنا مثلا بنبقى عباره عن احنا جنبك. انت عايز تبدا تجيب منتج معين من الصين، هتبعت لنا المنتج، هنبدا ان احنا عندنا تيم هناك والشركه موجوده بتاعتنا هناك في جوانزو. عندنا فرع هناك وفرعين هنا في مصر. فتبعت لنا المنتج، احنا التيم بتاعنا بيبدا يدور لك على المصنع، ويدور لك على يجيب لك اسعار ويعرضها عليك. انت بتدينا الاوكي، نبعت لك صور ونعمل لك فحص. بعد كده بنبدا نجمع لك البضاعه ونشحنها لك على مصر ونخلصها جمركيا ونوصلها لك لحد مخزنك او تيجي تستلمها من مخزننا في مصر. كل ده بالسعر احنا بنوضحه لك في الاول، مش هيتغير. يعني مش هقعد بقى اقول لك اتفق معاك، اقول لك مثلا من سعر الشحن كذا وبعد ما يوصل اقول لك سعر تاني. لا، السعر هيبقى زي ما احنا نتفق عليك معاه في الاول يعني. فوصلنا للبيزنس موديل ده وقعدنا شهرين ثلاثة نظبطه يعني. بس هل اصلا الناس جاهزة ان هي تستورد؟ هل الميديم سيلرز او الميديم بيزنس اونرز قادرين او جاهزين دلوقتي عقليا او عندهم المعرفة ان هم يقدروا يستثمروا مثلا من 5 6 آلاف دولار ان هم يبداوا يقوموا بعملية استيرادية؟ وكانت هنا السؤال. فلازم الاول قبل ما نيجي نقول للناس تعالوا استوردوا، لازم نفهمهم ايه الطرق اللي بيقدروا ان هم يجيبوا بيها منتجات، يختاروا منتجات على اساس ايه، ازاي نديهم نصايح في العمليه الاستيراديه. لان الشخص اللي بيجيب كونتينر كبير هو بيعمل ايه؟ هو جاب مثلا 800 900 اس كيو في الكونتينر، حاجات غاليه على حاجات رخيصه، حاجات حجمها كبير على حاجات حجمها صغير. فالكونتينر بيشيل بعضه. فاهم قصدي ايه؟ الكونتينر بيشيل بعضه. فتيجي تبص لما تقسم التكلفه بتبقى الموضوع سهل وبسيط. انما لما انت لما بتجيب متر مثلا او مترين من الكونتينر، اللي هو متر مكعب اللي بيسموه CBM ده اللي هو كيوبيك متر، اللي هو متر في متر في متر، اللي هو تقريبا بيعمل حوالي 12 13 كرتونه متوسطين الحجم يعني. فانت هنا لازم تكون قادر ازاي تختار وعارف ازاي تختار المنتجات اللي تتحط في متر فتكسبك لما تيجي تبيعها. لان انت هنا المتر ده انت محدود بحاجه معينه. انت ممكن تجيب متر 2 متر 3 متر، بس الرول اللي احنا حطيناها ان انت اقل كميه ينفع او اقل حجم ينفع ان انت تستورده معانا وهو 1 متر مكعب. فانت ما ينفعش تجيب هوايش في المتر المكعب. ليه؟ لان الهوايش حجمها كبير، فهتملى المتر المكعب وهتقسم المصاريف عليها، هتيجي تلاقي ان كل قطعه شايله مصاريف كبيره جدا. وده هنشرحه لكم النهارده في الفيديو بعد ما نعرفكم ازاي بتستوردوا وازاي تدوروا على المنتجات وازاي ندور وهكذا. فقعدنا نتكلم وكونا التيم وكونا الفريق، فطلعنا بالبيزنس موديل ده ليكم. فانا النهارده هوريكم، هقول لكم ازاي تبداوا تختاروا المنتجات وازاي تحسبوا الحسبه المظبوطه قبل ما تقوم بفكره العمليه الاستيراديه وهكذا. فانا دلوقتي هبدا اوريكم شويه حاجات نكون فاهمينها في الاول. انا هسكرين ريكورد دلوقتي من على آه، النوت بتاعتي، ديجيتال نوت. ركز معايا هنا بقى. انا هشرح لك حاجه لازم تكون عارفها. انا زي ما قلت لك ان المستورد الكبير، مستورد هنا كبير متعود ان هو دايما بيجيب كونتينرات كتيره. فهو عارف ان الكونتينر، فرضنا ان ده الكونتينر مثلا، فهو ايه مثلا بيحط حاجات حجمها كبير وحاجات حجمها صغير جوه الكونتينر، حاجات غاليه يعني وحاجات رخيصه جوه الكونتينر. فتيجي تلاقي لما تقسم مثلا التكلفه بتاعت الكونتينر دي على كل المنتجات دي، فهي مش فارقه. ليه؟ لان هو جاب الكونتينر مثلا ب 150 الف دولار. فبتبقى الموضوع سهل وبسيط بالنسبه للمستوردين الكبار. بس هو ازاي ان انت تخلي حد عايز يبدا لسه ان هو يستورد
خلينا نغير القلم. ازاي ان هو يبدأ يستورد؟ ان انت تيجي تخليه تقول له اقل كمية للاستيراد عندي هي 1 متر مكعب، اللي هو 1 متر في 1 متر في 1 متر. ده اللي هو تقريبا بيتحط جوه المتر المكعب حوالي مثلا ايه 12 كرتونة مترصصين كده على بعض، بيبقوا 12 ايه، حوالي 12 كرتونة في المتر المكعب. فانت بتقول لحد دلوقتي لسه عايز يبدأ ان هو يستورد، تعالى استورد معايا اقل حاجة 1 متر مكعب. ف واحنا بنختار المنتجات عشان نبدأ ان احنا نقوم بالعملية الاستيرادية، اول حاجة لازم ندور بشكل كويس جدا على المنتجات اللي بره. ندور فيها فين بقى؟ نشوف بقى الترندات، ترندنج بره مصر. نبدأ نشوف على مثلا على حاجة زي مثلا ايه، علي بابا، علي اكسبريس. المواقع دي بيبقى عليها منتجات كتيرة جدا 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 جدا. طبعا الكلام ده قبل ما تختار منتج لازم ترجع بمرجعية السوق بتاعك، لان انت برضه لازم لما بتيجي تختار منتج لازم يكون المنتج ده في حاجة معينة اسمها برودكت ماركت فيت. مش معنى مثلا ان انا اخش على امازون امريكا، امازون يو اس اي، والاقي مثلا منتج مثلا بيبيع 2000 3000 حته ان المنتج ده هيمشي هنا في مصر. ممكن يكون المنتج ده معمول مثلا للبيئه اللي هناك او الكالتشر عندهم هناك. فلازم نكون فاهمين ان المنتج اللي احنا نختاره لازم يكون فيه برودكت ماركت فيت، ان هو فيت على الماركت بتاعنا. بعد ما نشوف المنتجات الترندنج ونشوف علي بابا ونشوف علي اكسبريس، دلوقتي احنا هنحدد بعض المنتجات. حلو. فرضنا دلوقتي ان احنا جينا واحد زي كده، لقى منتج حلو قوي عباره مثلا عن مساحه وجردل. في حاجات في اي اي وفي حاجات غريبه يعني. جردل مثلا، مساحه كده اهو، جردل هنا اهو، جردل مثلا كده بالمساحه بتاعته يعني رسمي، انا عارف اي حاجه حلوه قوي. الجردل والمساحه ده، انت جيت قلت لي بص انا عايز استورد 50 جردل من المساحه ده. جيت انا والله العظيم رحت جبت لك سعر، دورنا لك على المصنع ودورنا لك على المورد، لقينا ان سعر المساحه دي مثلا بعد ما تقف بالمصري مثلا 300 جنيه. حلو قوي. وانت قلت لي انا عايز 50 قطعه. ماشي. فلو جينا دلوقتي ضربنا ال 50 في ال 300 جنيه، فهيعمل ان ال 50 قطعه عاملين 15000 جمله. ركز معايا قوي في دي، 15000 جنيه جملة، سعر ال 50 مساحة. حلو قوي. طب ال 50 مساحة دول حجمهم قد ايه؟ حجمهم كبير مش حجم صغير. فدلوقتي انت فرضنا ان انت هتجيب اقل كمية معانا وهي متر مكعب، اللي هو المتر المكعب اهو. افترضنا ان احنا هنعتبر المتر ده متر مكعب اهو، هنملاه مساحات من دي. فال 50 قطعة هيجوا جوه المتر المكعب دول. حلو. وهيتملى المتر المكعب، هيتملى ب 50 مساحة. هتيجي تسألني والله في الشركة عندنا هو احنا تكلفة الشحن والتخليص متوسط كام؟ تقريبا بتبقى مثلا في متوسط $700 دور تو دور. بمعنى ايه؟ شامل كل حاجة، شامل بقى ان احنا ندور لك على المورد ونبحث لك على ونعمل لك فحص المنتج ونستلم لك البضاعة ونشحنها لك على مصر، وبعد ما نشحنك نخلصها لك جمركيا وتيجي تستلم من مخزننا. ده كله مثلا هيبقى مثلا ب $700 للمتر مثلا. ف $700 للمتر اللي هو تقريبا اراوند 35000 جنيه. حلو. فتخيل ان انت عندك هنا مصاريف 35000 جنيه عشان جبت 50 جردل. طب لما انت تجيب 50 جردل ومصاريفه 35000 جنيه، يبقى لو قسمنا ال 35000 على ال 50 جردل اللي انت جايبهم، هتبص هتلاقي ان كل جردل شال 700 جنيه مصاريف بس. الرقم ده كبير جدا جدا جدا. فانت معاك هنا تكلفة المنتج كانت 350 وشالت عليها مصاريف 700 جنيه. فانت كده بيسموها الكوست اوف جودز، او بكل ايتم يعني، او بكل قطعه هيقف عليك ب 1050. انت بقى هتبيع الجردل ده بكام؟ طبعا مش هتعرف تبيعه ب 1000 ونص ولا ب 1200 ومش تبقى كسبان. فالعمليه الاستيراديه هنا في الحاله دي بتبقى غلط وهتخسر. ما ينفعش نروح نستورد منتج حجمه صغير، منتج حجمه صغير وكمان المتر بيتملى بسرعه منه. فاهم قصدي ايه؟ وكمان سعره رخيص وسعر بيعه مش غالي.
انما لو جينا لمستورد كبير بقى، هيروح يجيب كونتينر يعني كونتينر من الحاجات دي. فالكونتينر كبير، فهو بقى هيبدأ ان هو يشكل، هياخد حتة شوية من الجردل ده، وشوية حاجات تانية، اطباق وشوية سكاكين وشوية معالق. فلما يجي يقسم تكلفة الكونتينر على كل الحاجات دي، فتبص تلاقي ان التكلفة على كل قطعة بقت اقل بكتير جدا. حلو قوي. فانت لازم تعرف ان انت وانت بتستورد بشكل جزئي، لازم تكون عامل حساب الموضوع ده. طب ايه السيناريو التاني؟ السيناريو التاني حضرتك ان انت جيت هنا. حلو. ان انت جيت هنا اهو. حلو. جيت قلت لي انا هستورد بقى، بدل ما انت قلت لي انا هستورد منتج حجمه كبير، انا هستورد منتج حجمه صغير جدا جدا جدا، ايا كان. مثلا هنقول مثلا تاير فالف مثلا. تاير فالف اللي هو صمام الاطار بتاع الكاوتش بتاع العربيه. تاير فالف ده لو قلنا هنجيب، يا عم انت جيت قلت لي انا عايز 50,000 صمام إطار، 50,000 واحدة. حلو. طب هنروح نشوف حجم ال50,000 واحدة، هنلاقيه مثلا إن هو نص سي بي إم، ما كملش حتى أقل حجم إحنا متفقين عليه، اللي هو أقل كمية عندنا اللي هو الواحد سي بي إم. وعندك هيبقى عندك كده النص التاني فاضي. النص التاني فاضي. النص التاني من السي بي ام فاضي. بس انا كده كده اقل كميه عندي واحد سي بي ام، فانا هحاسبك على تكلفه الواحد سي بي ام. بس افترضنا ان انت هتجيب نص سي بي ام اللي هم 50,000 قطعه. حاجه اقول لك ان مصاريف السي بي ام مثلا $700 اللي هم او شحن وتخليص واستلام $700 اللي هم 35 ألف جنيه. فلما نيجي نجيب، احنا قلنا جبنا 50,000 قطعة، وجينا قسمناهم على ال 35,000 جنيه اللي هي المصاريف، هنبص هنلاقي ان كل قطعة هتشيل مصاريف 70، او هتشيل مصاريف 70 قرش. كل قطعة من البلف ده، او من الصمام ده، هيشيل مصاريف 70 قرش. فانت لو جايب جملته، لو انت جايب الجملة بتاعته مثلا ب1 جنيه، وهتشيل مصاريف عليه 70 قرش، فانت لحد ما يوصل لك مثلا لحد مخزنك هيبقى بجنيه و70 قرش. حلو قوي. الله، ده احنا هنا كسبانه وربحانه، ده المصاريف هنا 70 قرش. بس محتاجين نرجع لنقطة تانية خالص. انت حضرتك جايب 50,000 قطعة، هتقعد تبيع فيهم قد ايه؟ هتقعد تبيع فيهم كتير، فهتدور راس مالك بشكل بطيء. انت محتاج في البداية ان انت تدور راس مالك بسرعة. يعني محتاج تبيع منتجات بسعر من متوسط لمرتفع، ما تبيعش منتجات رخيصه وما يكونش معاك منها كميه كبيره. الحركه دي احنا ممكن نعملها بعد ما تستورد مره واثنين وثلاثه، يكون عندك منتجات بتدور لك راس المال بسرعه، ومنتجات بتكسب منها. بس لو جينا فرضنا ان انت مثلا جايب صمام الاطار ده بجنيه و70 قرش، هتبيعه بكام؟ مثلا هتبيعه ب 40 جنيه مثلا. ستيل برضو المكسب بعد الاعلانات بتاعتك والتيت والشريط برضو مش هيبقى كبير قوي، وفي نفس الوقت هتقعد فتره كبيره جدا تبيع تقعد فتره كبيره جدا تبيع فيه. فده سيناريو حلو، ده ممكن نبقى نعمله بس بشكل تاني. ان انت مثلا ممكن تجيب حاجات حجمها صغير، بس سعر بيعها غالي وسعر جملتها متوسط، فتلاقي ان المتر معاك ملا كمية كبيرة من منتجات بتكسبك بشكل كبير قوي. فده تمام، لان انا عملته قبل كده وفعلا ده حصل. كنت جايب كان في منتج انا جايب المتر فيه كان جايب 2000 قطعة، والمنتج كان سعر بيعه تقريبا من 1000 لألف ونص، وسعر جملته كان 400 جنيه. فرق المكسب هنا كان كبير، يعني تقريبا احنا بنتكلم في الراوند مكسب دي 600 500، بنتكلم في مكسب 1100 جنيه. فمكسب 1100 جنيه وانا جايب اصلا في الكونتينر حوالي 2000 قطعة، فكان مكسب كويس. فممكن تعمل السيناريو ان انت تجيب حاجات حجمها صغير بس سعر بيعها غالي. السيناريو الثالث اللي انا بنصح بيه اغلب الناس اللي آه، بتبدا او هتبدا لاول مره ان هي تستورد، احنا هنروح نجيب منتج حجمه، حجمه متوسط. حلو. حجمه متوسط، ولا هو كبير ولا هو صغير. يعني لو معانا متر او احنا نستورد اقل كميه، فمثلا يجيب مثلا ايه 500 قطعه، المتر يملى 500 قطعه. مثلا حاجه زي بروجيكتور مثلا. حلو. بروجيكتور لو افترضنا ان سعر البروجيكتور من المصنع في الصين 1500 جنيه، وهو مثلا بيتباع هنا ب2500.
حلو قوي. فانت هنا عندك فرق حوالي 1000 جنيه. حلو قوي. لسه عندك مصاريف الاستيراد. حلو. فلو جينا قلنا ان سعر الشحن والتخليص كانوا 700 ايه، ايوه كده معايا، 700 دولار. 700 دولار اللي هو حوالي 35 ايه، الف جنيه. فلو قسمناهم على عدد القطع بتاعتنا اللي هي ال 500 اللي جت في المتر، ال 500 اللي هم جم في المتر، هتبص هتلاقي ان كل قطعه هتشيل مصاريف 70 جنيه. طب انت اصلا كان سعر جملتك كام؟ كان سعر جملتك 1500 زائد 70 جنيه. هتبص هتلاقي ان اللاندد كوست بتاعتك بقت كام كده؟ 1570. طب انت اصلا هتبيع بكام؟ احنا قلنا المنتج مثلا بيتباع ب 2000 ونص. الفرق هنا بقى كام؟ الفرق هنا يبقى 1000 ناقص 70 اللي هي 930 جنيه مكسب. وده اهم سيناريو انت المفروض تبدأ بيه. هو ايه السيناريو؟ ان انت في البداية او في عملية الاستيراد في البداية لازم تدور على منتج يملى لك المتر المكعب، وفي نفس الوقت ما يكونش حجمه كبير فتعرف تجيب كمية متوسطة منه. يكون المنتج سعره من متوسط لمرتفع، ويفضل يكون الجملة بتاعته بسعر متوسط عشان تدور راس مالك بسرعة. وده اهم سيناريو تبدأ بيه. حلو. السيناريو اللي قبليه تعمله بعد ما تستورد بالطريقة دي مرة واثنين وثلاثة. بعد كده تروح تجيب موضوع المنتجات الصغيرة اللي بيبقى فيها منها كمية كبيرة. بس انت في البداية كحد لسه بيستورد، مهم جدا عندك ان انت تدور راس مالك بسرعة. يعني تسايكل الفلوس بسرعة، تعمل لك مثلا في السنة من 4 مثلا ل5 مثلا سايكل مثلا. فانت لو رحت جبت لي منتجات بقى اللي هي بقى 50 و100 الف قطعه، اقعد بقى بيع فيهم. انت عندك حجم طلب وعندك حجم ماركت وعندك بوكيت اوف اودينس. هو انت مش هتعرف تبيع ال 50,000. انت هتبيع اول 1000 بسهوله جدا، تاني 1000 هتبيعهم بشكل ابطأ، وهكذا لحد ما تبص هتلاقي ان في كده حوالي مثلا 2000 قطعه. لو انت هتجيب 5000 قطعه، 2000 قطعه كده ايه معصلجين معاك، هياخدوا وقت عقبال ما تبيعهم. ده في البدايه ليك كتاجر غلط. دور فلوسك بسرعه عشان تطلب مره واثنين وثلاثه واربعه. حلو قوي. كده فهمنا ازاي بنستورد بشكل جزئي. لازم تكون وانت بتدور على منتج تكون عارف ايه الكرايتيريا بتاعت المنتج بتنطبق على انه سيناريو من ثلاثه. انا ممكن اقول لك سيناريوهات كتيره جدا يعني. حلو. دلوقتي في معلومه لازم تعرفها، ان انت وانت مثلا هتتعامل مع الشركه بتاعتنا قوافل ايكوم، وانت بتستورد منتج يفضل يكون المتر المكعب او السي بي ام في منتجات من نفس الفئه. يعني ايه من نفس الفئة؟ ما تروحش تجيب لي في المتر مثلا خلاطات، وتجيب لي مثلا كشافات، وتجيب لي مثلا ايه مثلا، وتجيب لي بروجيكتور اللي احنا قلنا عليه فوق. المتر المكعب بقى فيه 3 منتجات. حلو. انت كده هتأذي نفسك في التسعير بتاع الشحن. هزود عليك شحن وازود عليك تخليص جمركي. لان احنا لما بنتعامل مع الشركه بتوعنا او الناس اللي بتخلص لنا جمركيا والناس اللي بتشحن وهكذا، ده هيعمل لنا هصل. فالهاصل ده معناه انه هيزود مصاريف عليك. حلو قوي. ليه؟ لان دلوقتي لما نروح نخلص الحاجه جمركيا والمتر بتاع حضرتك فيه 5 ل 10 منتجات، ده مش طبيعي. فالعمليه هتبقى اطول، فهتاخر نفسك وهكذا. فدايما حاول تخلي المنتجات من نفس الفئه. يعني انت مثلا لو هتجيب في المتر بتاعك حامل لابتوب مثلا، حلو، عادي جدا تحط في المتر المكعب حامل لابتوب مثلا بستاند، حامل لابتوب بكشاف، حامل لابتوب، حامل موبايل، كلهم بيندرجوا تحت نفس الفئة. فالموضوع هنا بيبقى أسرع وأسهل ومصاريفه أقل بكتير جدا. دي شوية حاجات لازم تكون عارفها في العملية الاستيرادية. حلو أوي. ماشي. دي حاجات لازم تكون عارفها. طب احنا بنعمل ايه؟ احنا في قوافل ايكم بنعمل ايه؟ اول حاجه، احنا عندنا هنا منتج. ده المنتج اللي احنا عايزين نستورده. احنا من الاخر بنعمل ايه؟ انت عايز تجيب منتج عشان تبيعه. حلو قوي. فيا اما حضرتك اصلا رحت عملت سورسنج، او عملت سيرش على المصنع او المورد، يا اما انت اصلا مش معاك ولا المصنع ولا المورد. حلو قوي. فحضرتك لو معاك المنتج وجبت المصنع وجبت المورد وكلمته ونجيشيت معاه في السعر وهكذا، بتبدأ ان انت تبعت لنا الانفو بتاعه المنتج بتاعك، وتقول لنا انا اتفقت على الحاجه الفلانيه مع المصنع الفلاني، وخلاص انا عايز اجيب المنتج. نشوف المنتج ونشوف الكميه بتاعته وحجمه قد ايه، وبقوم باعت لحضرتك قايل لك ان المنتج ده من المصنع ده هيتكلف كذا لحد ما يوصل لك لحد ايه، باب مخزنك او لحد المخزن بتاعنا في القاهره ان شاء الله. تمام تمام.
بس انت هتيجي تقول لي مثلا، هتيجي تقول لي انا والله المورد اللي انا جبته ده من على علي بابا او ايا كان، دخلت اتكلمت معاه، انا مش متاكد منه، فانا عايز افحص المنتجات. ففي خدمه اضافيه بتبقى عندنا، خدمه منفصله اسمها انسبكشن. انسبكشن ده فحص، ان احنا بنبعت حد من الناس من التيم اللي عندنا هناك في الصين، ان هو يروح المصنع ويتشيك وياخد عينات ويصور لك، ولو عايزنا نبعتها لك على مصر وتاخد سامبلز منها، دي اتش ال او مثلا ارامكس او اي حاجه او يو بي اس او كل الشركات دي، بنبعتها لك عن هنا. بس دي خدمه منفصله. ليه؟ لان حضرتك انت اللي جايب اصلا المورد، وانت اللي جايبه، واحنا اللي بنقوم بالعمليه بعدها. طب تمام. طب تمام، والدنيا تمام، ولقينا المنتج تمام، فانت عايز تخش تكمل معانا وهكذا. فبنبدا ان احنا يا اما هنعمل عقد او كونتراكت، بنبعته لك ديجيتال، او حضرتك ممكن تنورنا في المكتب، وبنمضي الكونتراكت. حضرتك بتدفع قيمه البضاعه، سواء لينا احنا نحولها لك للمورد بتاعك، او حضرتك عندك مثلا اكونت دولاري او هكذا، فانت اللي بتحول للمصنع وانت اللي بتحاسب المصنع، واحنا بناخد المنتجات دي، نقوم مستلمينها وفحصينها ومجمعينها وشحننا على مصر ومخلصين ورقها، ونقوم بعمليه التخليص وحضرتك تستلم. فقدامك اوبشن هنا، يا اما حضرتك انت اللي تحول الفلوس للمورد والمصنع، يا اما احنا بنحولها لك عن طريق المكتب بتاعنا. حلو. طب الاوبشن التاني اصلا بقى، لو انت اصلا ما معكش المورد ولا المصنع، فاحنا عندنا تيم هنا متخصص في السورسنج، او فكره ان هو يدور لك على افضل مصانع وافضل موردين، وياخد لك منهم ناخد منهم عروض سعر باختلاف الجودات وهكذا. وباجي اقول لك والله بعدها انا لقيت مثلا الخمس مصانع دول كل واحد سعره كذا، سعره كذا، سعره كذا، بمواصفات كذا، وده هياخد مثلا في البرودكشن 3 ايام عقبال ما يسلمنا، ده اسبوع، ده 15 يوم. وبعد كده بنبعت لك نشوف بقى حضرتك عايز بعد ما ناخد منك المنتج وعايز كميه قد ايه، بنبعت لك كوتيشن. الكوتيشن دي فيها تفاصيل الفيس كلها والتكاليف وهكذا، وبنقوم عاملين ماشيين في نفس البروسيس لحد ما تستلم البضاعه من هنا. حلو قوي. ده بالنسبه للخدمات، او دي الحاجات الاساسيه اللي احنا بنعملها. عندنا خدمات اضافيه اكتر، ان احنا مثلا لو حد عنده براند او عايز ان هو يبدا يصنع حاجه مخصصه باسمه، اللي بيسموه البرايفت ليبل، يعني عندك ديزاين معين هكذا، احنا بنقدر نقوم لك بيه برضه في الصين، لو انت عندك منتج معين عايز تصنعه. او ان انت حتى توايت ليبل، توايت ليبل المنتجات بتاعتك، عندك براند وعايز تحط الاستيكر بتاعك عليه، عايز تحط الاي مارك بتاعتك او العلامه التجاريه او هكذا. حلو قوي. دي من ضمن الحاجات. طبعا بقى في خدمة الفحص اللي هي الانسبكشن اللي احنا قلنا عليها، اللي هي فحص المنتجات. في خدمات تانية ممكن تقدروا تشوفوها برضو من الموقع. حلو قوي. خلينا اضرب لكم مثال دلوقتي. ده كان احد المنتجات اللي انا كنت جبتها، يعني شفتها على امازون امريكا وجيت بعتها هنا على امازون مصر. دي كانت هوك كده بيتعلق على العربية هنا من بره. دي كانت حاجة بلاستيك. البلاستيك هناك في الصين، او البلاستيكات هناك في الصين، الاي بي اس يعني، ده بيبقى رخيص. حلو قوي. فرحت جبت 10000 هوك من ده. 10000 كنت بحط حوالي 4 في العلبة بالشكل ده، ورحت عملت علبة هنا في مصر وبدأت أبيعها. فبالتالي أنا كان معايا هنا 2000 ونص قطعة أو 2000 ونص باك. حلو قوي. ال 2000 ونص باك او ال 10000 قطعه من الهوك ده بقى جم في ايه؟ جم في متر مكعب. يعني هم جم في متر. فال 10000 واحده جم في متر، بس قعدت ابيع فيهم فتره طويله قوي. بس كانوا بيحققوا لي مكسب كبير. ليه؟ لان كان الواحده من دي واقفه عليا ب 2 جنيه ونص. فاتنين ونص هنا في 10، في 4 هنا كده ب 10 جنيه، وانا كنت ببيعها بكام؟ كنت ببيعها ب 100 جنيه. فكنت بعمل مثلا حوالي 5 6 اكس الانفستد، او الفلوس اللي انا حاططها كبروفيت يعني. بعمل 600% او 500%. بس على نظير قعدت حوالي سنه ببيع فيهم. بس كان عندي حاجات تانية فاست موفينج او بتتحرك بسرعه. فناخد بالنا مثلا منتج زي ده في امازون امريكا بيبيع 10000 قطعه في الشهر. فتعال نبص مثلا هنا كده، هتلاقي منه بقى فرايتي ايه، فرايتي واشكال كتيره جدا. مثلا تعالى مثلا نخش سيكشن حاجه شبه كده. المنتج ده فيه منه اشكال كتيره جدا، فالحاجات دي رخيصه جدا في الصين. ممكن تلاقي ان دي اصلا الاربعه مش هيكملوا 10 15 جنيه. فلما تيجي تجيب كميه من المنتج او منتج شبه كده وتبدا تنزله مصر، بيبقى الموضوع كويس. يعني هنا بيبقى فيه اشكال. فاحنا ممكن مثلا نعمل ليستنج فيه اشكال كتيره جدا من الفئه دي، ونجيب في السي بي ام اشكال كتير. انا ما بقولش المنتج ده بعينه يعني، بس انا بقول لكم ان لازم نبدا نبص على المنتجات اللي بره اللي مش موجوده هنا في مصر، ونبدا ان احنا نجيبها. مثلا لو جينا هنا دوسنا على جادجت، تعالى مثلا في منتجات مثلا يعني حاجه شبه دي.
ده منتج مثلا بيتباع هنا بما يعادله، بس انا هنا بس السعر بالمصري. فاحنا ممكن بس نحط هنا كده ممكن نخليها يو اس اي، يونايتد ستيتس، كونتينيو. السعر دي ب 42 دولار اهي تقريبا، المنتج شبه كده. فمنتج هنا سعره غالي، ممكن يكون جملته بسعر كويس. فلما نيجي نجيب في المتر من ده، تيجي تبص هتلاقي ان هو فيه 600 700 قطعه. فلما تقسم المصاريف على منتج حاجه شبه ده كده، في مفكات وبتاع وميتال وبريميوم، فتيجي تبص ان هو شايل مصاريف قليله وسعر بيعه بيبقى غالي. طبعا احنا عندنا مواقع بنبدا نبص من عليها ونبدا نغذي عينينا من عليها، طبعا زي علي اكسبريس. طبعا انتوا عارفينه، هنا بيبقى المنتجات الترندي اكتر بتبقى موجوده هنا. ليه؟ لان علي اكسبريس هو موقع بيع بالتجزئه، وبالذات ان في الجلف او في السعوديه او في الامارات بيطلبوا من عليه زي امازون ونون وهكذا. فتلاقي ان المنتجات الترندي بتبقى موجوده هنا قبل ما تنزل من هناك، يعني السماعات، الحاجات الغريبه. دي محفظه مش عارف محفظه ازاي، دي حافظة نظارات. فهنا بتيجي تبص ان في اشكال هنا منتجات كتيرة جدا مش هتلاقيها موجودة في السوق هنا. تعالى مثلا منتج شبه ده منتج ما ينفعش تستورده، ليه؟ منتج صغير، سعر بيعه صغير، فمش هيكسبك في حاجة، هيبقى صداع بالنسبة لك. على مثلا على منتج مثلا لازم لما نيجي ندور على منتجات ما نجيبش منتجات عليها كلمات بحث قليله، او تحسها مش برودكت ماركت فيت على السوق بتاعنا. يعني مثلا قطعه واحده من ملصق على الكمبيوتر، انت المتر المكعب هيملى كام من ده؟ هتجيب 10000 20000 حته، مش ورثت خالص، وما اظنش ان عليها كلمات بحث كبيره جدا. يعني مثلا حاجه زي عدسه مثلا شبه كده، اكيد كلمه مثلا لينس او كلمه عدسه للكاميرا بتبقى موجوده على سيرش فوليوم على امازون. دايما لما في مصر ما تدورش على مايكرو نيش، ما تدورش على كاتيجوري صغيره تبيع فيها، على عكس امريكا بيقول لك دور على مايكرو نيش. مثلا هنا ده اللي هو بيسموه الكار بلاي تقريبا بتاع ابل. آه، مثلا نيجي هنا نبص، هنا في افكار منتجات كتيره جدا 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 جدا. حته الباده او الحاجات بتاعت البادز اللي بتاعت اللابتوبس، ممكن تجيب منها اشكال وكلها تندرج تحت نفس الفئه، تتباع في مصر، بس هتلاقي ان في اشكال ناقصه كتيره جدا هنا في السوق. طبعا عندنا طبعا علي بابا، ممكن ابقى اقول لكم في فيديو ازاي بتخش تكلموا المصنع. او دي حاجه احنا بنعملها مكانكم يعني، بس انتوا ممكن حد منكم يكون دخل على علي بابا وعايز يشوف المصنع. ولازم نعرف ان علي بابا اصلا اغلب الناس اللي عليه هم مش مصانع، هم بيسموهم وكلاء او تريدنج اوفيس، او زي ناس بتاخد من المصانع وتوزع بتديستريبيوت، او بيسموه عندنا مثلا تاجر الجمله، مش المستورد او المصنع نفسه، يعني تاجر الجمله هنا في مصر. انما الموقع اللي الناس بتستورد من عليه فعلا هو 16، او المصانع اللي بتبقى موجوده فعليا اللي تحت بير السلم، المصانع اللي في الصين اللي هي مش مسجله قانونيا يعني، بتبقى موجوده على موقع اسمه 16 800. هنا المصانع بقى اللي هي بتبقى في الصين بس مستخبيه، الناس الاوفيشال مش عليها، وهنا بيبقى اغلبها تقريبا 70% من دول بيبقوا مصانع فعلا. ف 16 800 ده برضو حاجه ممكن تخش الكلام تعملوا عليهم الاكونت وتكلموا، حتى تلاقي ان اغلبه هنا في كلمات بالصيني برضو. فبرضو في موقع تاني صيني اسمه بين دودو، بس ده ابلكيشن ملوش ويب سايت. ده بين دودو زي امازون عندنا هنا في مصر، ده امازون بتاعهم هناك يعني. فبتلاقي عليه منتجات بشكل، اوريكم سكرين ريكورد دلوقتي من على تليفوني لشكل بين دودو عشان تبقوا عارفين. دي سماعة دوش بتاع ده، انا كنت هبيعه لفترة معينة، بتلاقوا عليه منتجات كتيرة جدا. طبعا ده اليوان او الريمبي ده بيتضرب في تقريبا في 8 عشان تعرف السعر كام بالمصري يعني. يعني ده مثلا عليه منتجات كتيرة جدا. ده سبينر، دي حاجات مثلا منتج شبه ده اللي هو اللي بيتحط فوق الحمام، ده حجمه كبير، المتر المكعب هيبقى فيه 100 مثلا، فهو اصلا تكلفته رخيصه وهيتباع هيتباع مش بسعر غالي. فتلاقي ان المصاريف مش موفيه معاك، المصاريف بتبقى اغلى بكتير جدا من سعر جملته. ولما تيجي تبيع هتلاقي ان انت بتبيع بسعر غالي فمش هتعرف تبيع. مثلا انت ممكن مثلا، يعني الكاتيجوري بتاعت البلاستيكات دي كاتيجوري كويسه، ممكن تلاقي مثلا افكار لبلاستيكات كتير وتحطها مثلا تحت الفاريشن ليستنج. الافكار دي ما اظنش ان هي موجوده هنا في مصر يعني. ده مثلا اللي قال لك الكابس والحاجات كده ممكن تحط عليها طرح. دي فكره كويسه جدا. ممكن تلاقي ان ال 500 وحده او 1000 وحده يجوا في متر مثلا، فتلاقي، او ممكن ال 1000 يجوا في متر فعلا، فتلاقي ان الواحده شايله مصاريف 35 جنيه.
فدي افكار برضو المنتجات، لازم تفكروا بالمنظور ده لما تيجي تبص بنفس الطريقه. ممكن تجيب ميداليات مثلا بس هتجيب اشكال كتير تندرج تحت نفس الفئه، بس تعرف ان الميداليات حجمها صغير، فالمتر هيملى كميه كبيره، فلازم يكون معاك الميزانيه اللي تملى لك متر. انت عادي، انت اصلا ممكن تجيب حاجات نص متر، بس في الشحن والتخليص هحاسبك على متر، فاهم قصدي؟ كشحن، قيمه شحن، لان اقل حاجه في الشحن 1 متر. فانت ممكن تجيب حاجه عادي نص متر ربع متر، بس انا بقول لك استغل المتر بتاعك باقصى شكل. فاحنا ممكن نعمل هنا، ننزل تحت في طبعا في منتجات بتحتاج حاجه اسمها تسجيل مصانع. والمنتجات اللي بتحتاج تسجيل مصانع احنا هنقول لك مثلا السجاد، لان احنا عندنا صناعه سجاد في مصر، فليه تستورد سجاد؟ فلازم يكون عندك براند، والبراند ده مسجل وهكذا يعني. بس احنا اغلب المنتجات هنبقى ابديت في الريكوست، يعني نعرفكم التفاصيل كلها. منتج شبه ده، المنتج ده فكرته كويسه جدا، بس برضه حجمه كبير شويه، بس هو بلاستيكي، فتشوف هيتباع بكام ومصاريفه هتبقى كام. فتبص بشكل ريفرسد على المنتج، شكل الكواليتي بتاعته كويسه، حاجته كويسه. طبعا لما بنيجي نخش، انت ممكن تخش تتكلم ايه اللي بيبيع من هنا، بس طبعا لازم يكون عندك اكونت. طبعا في موقع تاني اسمه تاوباو، ده تاوباو برضو حاجه شبه امازون هناك يعني، برضو بيبقى عليه منتجات واشكال كتير، حاجات كتير وهكذا. فانا اللي بقوله لك دلوقتي، انت لازم تبدا تغذي نفسك بافكار ومنتجات كتير وهكذا، لحد ما تلاقي المنتج اللي هيلضم معاك وتبدا ان انت تقوم له بعمليه الاستيراد. فانا هنا شرحت لك بكل بساطه ازاي تبدا تدور على منتج، ازاي تكلم المستورد، او ازاي تكلم المصانع على علي بابا. انت بكل بساطه بتروح على علي بابا عادي وتدور على المنتج اللي انت عايز تستورده يعني. فمثلا هنيجي على منتج شبه ده، طبعا مثلا احنا هنبحث مثلا على آه، مثلا، حلو، انا مثلا سرشت على جادجتس فيجي لي منتجات كتير. فهنا بقى في حاجه اسمها تريد اشورنس، اللي هو دي زي اكيد المصنع ده آه، المصنع ده مثلا معتمدينه من علي بابا، عشان لو حصل اي حاجه في الترانزاكشن او سرق الفلوس وهكذا، فعلي بابا بيعتمد المكان ده وبيرجع لك الفلوس يعني. بس احنا مكانك هناك، فاحنا بنخش ونروح نشوف المصنع ونشوف البضاعه لو عايز انسبكشن او فحص. فالتريد اشورنس دي خدمه اصلا بتغلي عليك تكلفه المنتج، فاهم؟ لان انت الناس بتستخدمها لما بتبقى هتستورد وانت مالكش حد هناك، فتستورد عن طريق موقع علي بابا. لكن احنا في طرق تانية ان احنا بنتكلم مع المصنع ويبعت لنا عينات وهكذا. فانا ما بقتش تريد اشورنس يعني، مش بختارها. مثلا انا في حاجه مهمه ان انا لازم ادوس هنا كده، سبلايرز ادوس عليها. حلو، حلو قوي. لازم بعد كده هنا شو فيريفايد مانيفاكتشرز اونلي، افتح لي المصانع بس. دمت اللي بيظهر لك هنا هم دمت مصانع، مش تريدنج كومباني او مكتب تجاري. حلو قوي، ده دمت بيبقوا مصانع. فتخش مثلا تكونتاكت السبلاير، يا اما هتشات هيم. دلوقتي مثلا ندوس على شات هيم، تبدا ان انت تكلمه وتصاين وتقول له سعر المنتج الفلاني، تنجشيت وهكذا. ولو وصلت لديل كويس مع مصنع وانت عايز تستورده، خلاص بتبعت لنا الانفورميشنز دي كلها وبنبدا احنا نقوم بالباقي. يا اما احنا بنقوم مكانك بكل الكلام ده وبندور لك ونبحث لك على المصانع ونجيب لك عرض سعر بالمنتج وهكذا. فكده بكل بساطه دي العمليه الاستخداميه. ممكن ابقى اعرفكم اكتر ازاي تدوروا على المصانع وهكذا، بس انا اختصرت الموضوع عشان الفيديو ما يطولش وشرحت لكم اللي احنا بنقوم بيه. في شويه حاجات انا هوريها لكم دلوقتي. لا، لازم تعرفوا قوافل مش مناسبه لمين. يعني قوافل ايكوم مش مناسبه للاشخاص اللي مين. اي حد هيجيب او مثلا اقل من متر مكعب، او عايز مثلا يجيب كرتونه واحدة اتنين، فهقول له والله انا هحاسبك على شحن وتخليص اكنك شاحن بالظبط 1 متر، 1 CBM. فاقل حاجة هي 1 CBM. حلو قوي، انت جبت كرتونة اتنين دي بتاعتك، بس انا اقل كمية 1 CBM. حطيت في CBM بقى 7 كراتين، زي 8 كراتين، زي 9 كراتين، تملاهم براحتك يعني. حلو. اي حد عايز يجيب كوتشي، حاجة لابنه، حاجة ما احنا ما عندناش شحن جزئي الافراد. احنا بنخاطب الميديوم بزنسز والسمول بزنسز اللي عايزه تسكيل البراندز بتاعتها او الاي كوميرس بزنس بتاعتها.
فالناس اللي عايزه منتجات بقى قطعه واطلب لي وهات لي، احنا مش شغالين بالموديل ده، ممكن تدور على شركات تانية تقوم لك بالشحن ده. حلو قوي. ايه الفرق ما بينه وما بين علي بابا؟ قلت لك احنا عينك هناك. علي بابا بياخد منك، انت ما تخش تكلم المصنع، انت من علي بابا ممكن تاخد منه سعر وكل حاجه وتبقى تبعت لنا الانفورميشن، بس لو هتقوم بالترانزاكشن من جوه علي بابا، المورد اصلا بيغلي عليك سعر المنتج علشان علي بابا بيقط منه برسنتج من سعر الديل اللي انت عملته معاه. ففكره ان احنا هناك احنا بنحاول نوصلك لاقل سعر، وفكره ان احنا موجودين في الصين مكانك، احنا بناخد سعر غير اللي انت بتاخده وانت قاعد في مصر، لان لما انت بتخش تكلم حد من علي بابا هو بيبقى قادر يشوف اللوكيشن بتاعك، انما لما احنا بنكلمه ونعرفه ان احنا جوه الصين ومكتبنا في الصين وهكذا، فبنقدر نجيب اسعار احسن بشويه من الاسعار اللي انت ممكن تجيبها، ممكن انت تجيب برضو اسعار احسن مننا كمان. فاحنا عايزين المصلحه بتاعتك، لو عرفت تجيب سعر كويس بالخامه او الكواليتي اللي انت عايزها، فاحنا بنقوم بالبروسيس اللي بعدها او البروسيس من الاول خالص. مصطلح مهم قوي لازم تعرفه وهو اسمه الام او كيو. ده مينيمم اوردر كوانتيتي، يعني اقل كميه للطلب. لما تخش تكلم مصنع او هكذا، فيجي يقول لك والله الام اي كيو بتاعي 2000 قطعه، يبقى المصنع بيقول لك اقل كميه للطلب من المنتج ده هو 2000 قطعه. ممكن تنجوشيت معاه ان انت تقلل مثلا ل 1000 ونص، بس هيرفع عليك سعر البيس او الايتم حاجه بسيطه يعني. في حاجه كمان لازم تكون عارفينها، وهي ان انت لازم تعرف تحسب اللاندد كوست بكام بالظبط. اللاندد كوست اللي هو تكاليف الشحنة او تكاليف المنتج لحد ما يوصل لك لمخزنك. انت دلوقتي بتقوم والله سعر المنتج كذا، حلو، زائد هتشوف مصاريف الكمية اللي انت جبتها لحد ما توصل للمخزن بتاعنا مثلا اكس، فبتقوم قاسم المصاريف كلها على الشحنة على عدد القطع اللي انت جبتها، فتعرف ان كل قطعة واقف مثلا عليها مصاريف 5 قروش مثلا، والمنتج سعره مثلا 10 قروش. فبعد كده انت مثلا هتبعت عربية تاخد البضاعة بتاعتك مثلا من مخزننا في القاهرة، تشحنها لك مثلا على المحافظة بتاعتك ايا كان، خدت اكس من الارقام، فبترجع تقسم الاكس ده على عدد القطع اللي انت جبتها، فيطلع ان تكلفة كل منتج شالت شحن مثلا نص جنيه مثلا. حلو قوي. فبترجع تجمع ده وتجمع ده، وده اللي بيسموه اللاندد كوست لحد ما يوصل مخزنك او الحاجه بتاعتك. دي حاجه لازم تكون تحاسبها من بدري شويه عشان تعرف انت هتبيع بكام، والبروفيت مارجن بتاعك بيلعب في رينج قد ايه. ما انت، انا مش هروح اجيب منتج وبعد كده استكشف ان انا ما كسبتش. لازم تحسب من بدري وتبقى عارف. برضه هرد لكم على شويه اسئله لازم تكونوا عارفينها. ليه لما حد ممكن يبعت لي مثلا منتج اكس هقول له ان تكلفته الشحن المتر المكعب مثلا منه $700، ولو حد قال لي مثلا عايز منتج واي هقول له تكلفة شحنه مثلا $800 وتخليصه وكل حاجة. ليه؟ لأن المنتج ده بيبقى مختلف والمنتج ده مختلف، فبيتعامل هنا معاملة مختلفة وهنا معاملة مختلفة. جمرك ده كبرسنتج مختلف عن برسنتج مختلف، بس ده بيبقى الرينج غالبا يعني. بس لازم تبقى عارف ان كل منتج تسعيرته او الفيس بتاعته بتختلف من منتج للتاني. هل تقدروا، في سؤال اتسأل لي، هل نقدر نعرف الجمارك قبل الشحن؟ احنا بنقول لك من بدري من الاول خالص المنتج الفلاني ده هيتكلف كذا لحد ما يوصل لحد المخزن بتاعنا، والرقم ده مش هيتغير. لان في شركات الرقم بيتغير بعد ما البضاعه بتوصل، بيزودوا يا بيقللوا بقى، مش بتاعتنا. بس انا هقول لك ان عقبال ما دي توصل هتستلمها بالسعر الفلاني. ليه؟ علشان احنا بنسبورت الاي كوميرس او البيزنس، فانت مش هتستحمل ان السعر او التكلفه تزيد عليك. احنا بنبقى مبلغينك من الاول بالتكلفه النهائيه اللي هنتحاسب عليها من كل حاجه. حلو قوي. المنتجات اللي انا انصحك ممكن تبدا فيها، البلاستيكات حلوه جدا في الصين. حاجه البلاستيك عامه مكسبها بيبقى عالي. الحاجات المطاط او الحاجات الرابر بتبقى كويسه واسعارها كويسه في الصين برضو، ودي فئات ناقصه جدا في مصر يعني، مش موجوده وما بتتصنعش هنا بسهوله يعني. ودايما انا بكسب في البلاستيكات جامد يعني، المكسب بتاع البلاستيكات بيبقى مكسب كويس. ده على حسب تجربتي، كل واحد ليه بقى تجربته الشخصيه يعني. آه، ايه هي، سؤال تاني اتسأل لنا، ايه هي مدة الشحن المتوقعة؟ زي ما قلت لكم احنا بيبقى عندنا كونتينر كبير، كل واحد بياخد منه، كل تاجر او كل سيلر بياخد منه جزء، فاحنا بنجمع، بيسموه شحن جزئي.
ان ناس كتيره بتخش في الكونتينر، فاحنا بنفتح تايم مثلا 15 يوم بنجمع فيهم الناس اللي هيملوا الكونتينر ده، وبعد كده الشحنه بتبدا تتحرك. فاحنا بنبلغك الاول ان اول كونتينر طالع مثلا باذن الله في خلال الفتره الفلانيه هيبدا يتشحن. الكونتينر بياخد مثلا يعني اراوند شهرين لحد ما تستلم بضاعتك، شهرين بالكتير من اول ما تتحرك، او 45 يوم لحد ما تستلم بضاعتك من اول ما يتحرك في الكونتينر، يتحرك في الميه ان شاء الله يعني. وبكده اكون عرفتك احنا كقوافل ايكوم شغالين ازاي، ازاي تبدا تختار منتج، ازاي تدور، فهمت الدنيا، فهمت البروسيس بشكل مبدئي. هدف الفيديو ده ان انت تعرف تختار منتج ازاي يكسبك، وتعرف احنا بنقدم ايه والشكل العمليه الاستيراديه بتتم ازاي. فانت لو حابب تستورد منتج ممكن تخش دلوقتي عندنا على الموقع بتاعنا، اكتب قوافل داش ايكوم دوت كوم، هتخش هتلاقي الموقع ده، هتلاقي فيه كل التفاصيل اللي انا قلتها النهارده في الفيديو. وهتنزل تحت خالص هتلاقي الفورم هنا، تفتحك على توديك على فورم هتكتب فيها تفاصيل منتجك، يبقى في شويه اسئله، وبعد كده التيم هياخدها يبدا يراجع المنتج ده، ونبدا ندور لك على المورد بتاع المنتج والمصنع، ونبعت لك عرض سعر فيه كل التفاصيل وكل التكلفه بكل حاجه. وبعد كده بنبدا ان التيم يبلغك بباقي الخطوات. وبس كده اكون عرفتك الرحله الاستيراديه بتتم ازاي. ولازم تعرف ان احنا بجد عاملين قوافل ايكوم عشان نسبورت الاي كوميرس في مصر، وان احنا نودي التجاره الالكترونيه في مصر من حته لحته تانية خالص. الفيجن الكبيره بتاعتي كمعاذ ان انا عايز ان في خلال الاربع سنين اللي جايين نكون سيبنا في مجال، في بصمه في مجال الاي كوميرس او التجاره الالكترونيه، سواء من اكاديمي اللي هي كليكس تو كاش عندنا الحمد لله، الاب بتاعنا على الاب ستور وجوجل بلاي اللي عليه الكورسز، سواء كورسز امازون، سواء الكونتنت التعليمي اللي موجود، سواء حتى قوافل ايكوم بتسبورت الاي كوميرس والتجار في مصر. فبس كده، لو حابب تستورد منتج خش على اللينك ومن الفورم، والتيم هيكلمك وهيتابعك او هيتابع معاك يعني. وانا نفسي هبقى موجود وبشرف على كل الانكوايريز وكل الريكوستس، عشان لو اي حد محتاج كونسلتيشن او اي حاجه في العمليه الاستيراديه. لان انا لو لقيت ان في حد بيستورد منتج او مختار منتج بشكل غلط، انا من نفسي اخش اكلمه واقول له لا المنتج ده مش هينفع، غير المنتج وهكذا. ليه؟ لان انا استوردت او جبت منتجات اراوند 15 او 20 مره يعني، فالحمد لله قابلت اغلب الفئات بتاعت المنتجات في مصر. فبس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي، واتمنى نكون قدرنا نفيدكم. السلام عليكم.